في قبيلة لو قتلتك مش هتدفنك ولا هتسيبك مرمي في الغابة، لا، هتقطعك حتة حتة وهياكلوك، مش عشان جعانين ولا عشان مجانين، لكن عشان بيؤمنوا انك لو دخلت جواهم قوتك هتفضل حية. النهاردة هنتكلم عن قبائل حقيقية لسه موجودة لحد دلوقتي، قبائل بتعيش على لحوم البشر مش كعادة لكن كعقيدة. واوعى تفتكر ان ده في الماضي، لان في قبائل لسه بتطبخ البشر لحد النهاردة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في كل ركن من كوكبنا في حكايات غريبة، بس أحيانا الحكاية بتعدي كل حدود العقل والمنطق. في مجتمعات قبائل كاملة خرجت من دائرة الإنسانية، أو يمكن نظرت للإنسانية من زاوية مختلفة تماما. النهاردة هناخدك معانا في أخطر رحلة ممكن تتخيلها، رحلة لأماكن ممنوع تدخلها إلا بإذن، ولو دخلتها من غيره ممكن ما تخرجش خالص. يلا بينا نبدأ. بابوا غينيا الجديدة، الغابة اللي ما فيهاش قانون، بعيد جدا عن العالم اللي احنا عايشين فيه، فوق جزيرة منعزلة في قلب غابة استوائية مرعبة في مكان اسمه بابوا غينيا الجديدة. لسه فيه ناس عايشة بنفس الطريقة اللي أجدادهم عاشوا بيها من آلاف السنين. مفيش شوارع، مفيش كهرباء، مفيش موبايل ولا حتى مية نقية. لكن الأغرب إن في قبائل هناك بتعتبر إن أكل الإنسان جزء من حياتهم اليومية، زي ما أنت بتاكل فطارك الصبح هم كمان، بس الفطار بتاعهم بيبقى بني آدم. قبيلة الكورواي. أول قبيلة هنتكلم عنها هي قبيلة الكورواي. القبيلة دي مشهورة بحاجتين، إنها بتعيش على بيوت فوق الشجر، أحيانا على ارتفاع 30 متر، وإن عندهم تاريخ طويل وموثق في أكل لحوم البشر. الناس دي كانت منعزلة عن العالم تماما لحد سنة 1974 لما أول مستكشفين أوروبيين وصلوا ليهم، ولما سألوا أفراد القبيلة عن طقوسهم كانت الإجابة صادمة. قالوا لهم ببساطة: إحنا مش بناكل أي حد، إحنا بناكل خاخوة. وهنا كان لازم يسألوهم يعني إيه خاخوة؟ الرد كان: دول السحرة اللي بيستخدموا الأرواح عشان يقتلوا ناس مننا في السر، دول بيستحقوا الأكل. بمعنى أوضح، قبيلة الكورواي كانت بتعتبر إن فيه ناس جوه القبيلة نفسها بيتحولوا لسحرة خبيثين، ولو حد مات فجأة يقولوا إن فيه خاخوة هو اللي قتله، وساعتها ياخدوا المتهم ويتم طقسه بالكامل، يتقتل ويتقطع ويتوزع على العيلة. والمرعب إن اللي بيعملوا كده مش مجانين، دول ناس طبيعية جدا، بيتكلموا وبيضحكوا وبيعيشوا حياة أسرية، بس عندهم مفهوم للعدالة مختلف تماما. طقوس الأكل عند الكورواي. أكل الإنسان عندهم مش فوضوي، لا خالص، في ترتيب، في نظام، في احترام للطقس. الرأس والأعضاء المهمة بتكون لكبير العيلة، القلب والكبد واللحم الطري بيتوزع على الأقارب. في بعض الأحيان الجلد والعظام بتتحرق كنوع من الطهارة، وبيؤمنوا إنهم بالطريقة دي بيحموا أرواحهم من الشر وبيحموا قبيلتهم من غضب الأرواح. ومع إن الحكومة هناك بتحاول تمنع الطقوس دي، لكن لحد النهاردة فيه تقارير من باحثين مستقلين بيأكدوا إن في بعض المناطق المعزولة جدا الطقوس دي لسه موجودة. قبيلة الأسمات. ندخل على قبيلة تانية مش أقل رعبا، قبيلة الأسمات. القبيلة دي عايشة في الجنوب الغربي من نفس الجزيرة، وكانت معروفة بحاجتين: صناعتهم لتماثيل خشبية ضخمة ومخيفة، وممارستهم لأكل لحوم العدو كنوع من الانتقام والشرف. في ثقافة الأسمات مفيش حاجة اسمها تموت من غير ما تاخد بطارك، ولو قتلت واحد من الأعداء مش كفاية تسيبه كده، لازم تأكله علشان طاقته تنتقل ليك
وتثبت إنك الأقوى. الموضوع بالنسبة لهم مش جوع ولا حتى وحشية، دي حاجة شبه الطقوس الدينية، زي اللي بيقدم قربان أو بيصلي. هم كمان بيقدسوا الفعل ده. الغريب إنهم كانوا بيجمعوا جماجم الضحايا ويستخدموها في تزيين البيوت، وكانوا بيعتبروا إن ده مصدر حماية من الأرواح الشريرة. الرحالة اللي اختفى. سنة 1961 واحد من أفراد عائلة روكفيلر الشهيرة وكان اسمه مايكل روكفيلر سافر هناك علشان يدرس القبائل واختفى. الحكومة الأمريكية دورت عليه سنين لكن مفيش أي أثر، وبعدها بسنين ظهرت شهادات من بعض السكان المحليين قالوا فيها إن مايكل وقع في نهر وتم إنقاذه من قبيلة، لكنهم ما كانوش عايزين ضيف، كانوا عايزين ضحية. وفيه روايات مؤكدة بتقول إن القبيلة أكلته كنوع من العقاب لأنه غريب دخل أرضهم من غير إذن. هل الطقوس دي لسه موجودة؟ على الورق الحكومات بتقول إنها انتهت، لكن الباحثين اللي وصلوا لأعماق الغابات بيرجعوا يقولوا فيه أماكن مش ممكن توصل لها غير بالقارب، والمكان اللي ما يكونش فيه حكومة بيكون فيه قانون الغابة. عمق الأمازون. الأمازون الغابة اللي بتمتد عبر 9 دول، فيها آلاف الأنواع من الكائنات اللي لسه ما فيش حد اكتشفها، لكن اللي ناس كتير ما تعرفوش إن جوه الغابة دي فيه قبائل عايشة لحد دلوقتي، مش بس منعزلة، لا دي خطيرة. في قبائل هناك لحد وقت قريب كانت لسه بتتعامل مع الضيوف كأنهم فرائس، ومن أشهرهم قبيلة يانومامي. القبيلة دي موجودة ما بين حدود البرازيل وفنزويلا، عددهم حوالي 30,000 شخص عايشين في عمق الأمازون. المميز في ثقافتهم هو إنهم بيعتبروا الموت مش نهاية بل بداية جديدة. لو حد من أفراد القبيلة مات بياكلوا جزء من جسده، مش كراهية فيه لكن حبا واحتراما. بيطحنوا عظامه وبيخلطوها في شوربة ويتناولوها كلهم كأنهم بيخلوا روحه جواهم علشان تفضل حية. المرعب إن ده بيتعمل لحد النهاردة في بعض القرى المنعزلة جدا. قبائل الكونغو في قارة أفريقيا وبالتحديد في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ظهرت تقارير في بداية الألفينات عن وجود ميليشيات مسلحة مش بس بتحارب لكن كمان بتاكل ضحاياها. في فترة الحروب الأهلية ظهرت جماعات زي الماي ماي وجماعة سيمبا، وكان في شهادات من شهود عيان بيقولوا إنهم بيطبخوا جثث الأعداء ويأكلوها كمظهر من مظاهر السيطرة. وده مش خرافة، الأمم المتحدة نفسها حققت في الموضوع وأكدت إن فيه تقارير حقيقية بعضها مصور عن الطقوس دي. لكن الأخطر إن الموضوع ما كانش مجرد انتقام، كان فيه معتقدات سحرية. كانوا بيؤمنوا إنك لما تاكل قلب أو كبد العدو بتاخد قوته، وإنك لو شربت دمه بتحصن نفسك من الرصاص. العلم بيقول إيه؟ نيجي بقى للجانب العلمي والطبي. هل أكل لحم الإنسان زيه زي أي لحمة؟ الجواب لا تماما. جسم الإنسان فيه بروتين اسمه بريون. البروتين ده لما يتاكل من إنسان لإنسان ممكن يعمل مرض قاتل جدا اسمه الكورو. المرض ده كان منتشر في قبيلة اسمها الفوري في بابوا غينيا الجديدة. كانوا بيعملوا زي اليونومامي كده، بياكلوا أفراد عيلتهم بعد موتهم كنوع من الطقوس، والنتيجة ظهور مرض بيهاجم الجهاز العصبي يخلي الإنسان يترعش، يضحك ضحك هستيري وبعدين ينهار ويموت. العلماء لما درسوا الموضوع اكتشفوا ان السبب هو ان البروتينات في مخ الانسان لما تتاكل بتتسبب في تدمير خلايا الدماغ، وحصلت وفيات جماعية. يعني حتى علميا جسم الانسان مش معمول عشان ياكل انسان زيه. حكايات مرعبة في العصر الحديث. ما تتخيلش ان اكل لحوم البشر محصور في قبائل بدائية بس،
فيه ناس عايشين وسطنا في مدن، في شقق، وفي القرن 21، لكن عقليتهم مرعبة. القصة الأشهر أرمين مايفيس، راجل ألماني أعلن على الإنترنت سنة 2001 إنه بيدور على شخص مستعد يتم أكله بموافقته. الأغرب إن في واحد وافق واتقابلوا فعلا وسجلوا كل حاجة بالكاميرا. أرمين قتل الراجل وطبخه وأكلوا على مدار أيام. القضية دي هزت أوروبا واتحكم عليه بالسجن المؤبد، لكنها فتحت الباب لمئات الأسئلة عن المرض النفسي والسلوك البشري لما يخرج عن الفطرة. سؤال لازم تسأله لنفسك بعد كل القصص دي: هل الإنسان بطبعه وحشي، ولا الظروف والمعتقدات هي اللي بتحوله لكائن بيدوس على كل القيم اللي اتربى عليها؟ هل أكل لحم البشر دايما جنون، ولا أوقات بيكون نابع من طقس أو ثقافة أو حتى يأس قاتل؟ اللي مؤكد إن في أماكن في العالم القصة دي لسه بتتكرر، لكن بعيد عن الكاميرات، بعيد عن الحضارة، وبعيد عن قوانيننا. أشهر قصص آكلي لحوم البشر. في عصر الإنترنت ما عدناش بنستنى رحالة ولا صحفيين علشان يحكولنا، الناس بقت هي اللي بتحكي، والقصص اللي سمعناها مرعبة. قصة عيسى ساجاوا. في سنة 1981 ساجاوا كان طالب أدب في فرنسا، شكله عادي جدا وهدوءه مريب. دعا واحدة من زميلاته للعشاء، وفي اللحظة اللي أدارت فيها ظهرها أطلق عليها الرصاص، لكنه ما اكتفاش بكده، فتح جثتها وبدأ يقطع منها أجزاء ويطبخها وياكلها. الصدمة إنه اتحبس شوية وبعدها طلع ورجع اليابان وتحول لمشاهير الإعلام هناك، بقى يطلع في برامج ويكتب كتب ويتكلم عن تجربته كأنه بيحكي عن فيلم. قصة بتكشف قد إيه ممكن الإعلام يشوه الفطرة، وقد إيه فيه ناس بتستغل الرعب علشان تكسب شهرة. متلازمة كوتار ده مرض نفسي بيخلي الشخص يعتقد إنه ميت أو إن جسمه مش حقيقي، وفي بعض الحالات بيخلي الشخص يعتقد إن لازم يأكل لحم إنسان علشان يرجع للحياة. المرض ده موثق في الطب النفسي وظهر في حالات قليلة جدا، لكن بيأكد إن مش كل اللي بيأكل بشر بيكون شرير، أوقات بيكون مريض ضايع بين الواقع والوهم. موقف الإسلام. وسط كل القصص دي لازم نسأل نفسنا: هل ديننا اتكلم عن الحاجات دي؟ هل في توجيه واضح لما يخرج الإنسان عن فطرته بالشكل ده؟ الإجابة نعم وبوضوح. الإسلام بيكرم الإنسان حيا وميتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا، يعني إن جسد الإنسان له حرمة حتى بعد الموت. أكل لحم البشر في الإسلام محرم تحريما قاطعا، سواء بسبب الجوع أو الطقوس أو أي حاجة تانية. وحتى لو حصلت مجاعة أو فناء، الإسلام بيضع ضوابط صارمة جدا، والحياة لا تؤخذ بحجة الجوع إلا في أضيق وأشد الضرورات، وفيها آراء فقهية دقيقة ومعقدة، لكن خلاصة الموقف: حرمة الإنسان فوق كل حاجة. كمان ربنا سبحانه وتعالى ضرب أروع مثل لأذية الإنسان بكلمة مش بلحمه. قال تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شوف التشبيه المرعب ده، مجرد الغيبة ربنا شبهها بأكل لحمه وهو ميت، فما بالك باللي فعلا بياكل لحم أخوه الإنسان؟ دي مش بس وحشية، دي خيانة للفطرة اللي ربنا خلقنا عليها. ليه القصة دي مهمة؟ ممكن تسألني: طب ايه لازمتها القصة دي؟ ليه نحكي عن قبائل بتاكل بشر أو مرضى نفسيين بيغرقوا في الدم؟ الجواب: علشان نعرف النعمة اللي احنا عايشين فيها، نعمة الدين، نعمة الرحمة، نعمة الفطرة السليمة، وعلشان نتأمل قد ايه الإنسان لو بعد عن النور ممكن يتحول لكائن مرعب، يغرق في ظلام المعتقد
ويتلذذ بأذى غيره ويوصل لمستويات متوحشة لا يتخيلها عقل. زاوية مختلفة لما الوحش جوه الإنسان يصحى. هل يا ترى أكل لحم البشر مجرد قصة غريبة، ولا هو انعكاس لجانب مظلم جوانا، جانب بينام تحت ستار الحضارة وبيصحى وقت الحروب، وقت الانهيارات، وقت المجاعات، أو حتى تحت ستار الطقوس؟ في علماء بيقولوا إن الإنسان في لحظات معينة ممكن يتحول، مش بس لأنه جائع، لكن لأنه حاسس بالقوة أو بالخوف أو حتى بالرغبة في البقاء. لكن الحقيقة اللي ما فيش فيها جدال إن الإنسان الحقيقي مش هو اللي بياكل غيره، الإنسان الحقيقي هو اللي بيحمي غيره حتى لو على حساب نفسه. وقبل ما نختم يا صديقي، خلينا أقول لك جملة بتقفل بيها أي باب للشر وبتفتح أبواب النور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما في السماوات والكون من تجليات ونفحات ورحمة. صلوا على الحبيب حتى تنور قلوبكم وتثبت فطرتكم وتعيشوا في سلام داخلي مهما كان اللي حواليكم مظلم. وزي ما تعودنا دايما نقول، كل حكاية وراها زاوية، وكل زاوية وراها حكاية. وبس كده يا صديقي، سلام.